مين الشخص اللي بيتمنى ياخدك في حضنه؟ الاختيار ما بين المجموعتين، المجموعة الأولى وهي الكاندل البينك، والمجموعة التانية هي الكاندل الحمراء. المجموعة الأولى اللي اختارت الكاندل البينك، الشخص ده من طاقة هوائية، وتحديدا هو بيتمنى لو يقدر ياخدك بعيد وتقدروا تتكلموا ويسمعك وتسمعه، لأنه واضح بقالكم كتير ما تقابلتوش. ممكن تكونوا منفصلين أو كان مسافر ومش قادرين تشوفوا بعض، لأنه واضح إنه مشتاق لك قوي وبيحن ليك بطريقة مش طبيعية. الناس اللي اختارت الكارت التاني وهو الكاندل الحمراء، الشخص ده ممكن انتوا زعلانين، وفي بينكم بعد، بس احساسكم ببعض قوي. مثلا لو هو تعبان او انت تعبان بيكون احساسكم قوي، قوي قوي. آه، وهو حاسس انه لو ضمك لحضنه الألم اللي حاسس بيه هيقل، وانه هيقدر يقلل الحزن اللي جواك. الشخص ده فاهمك قوي وعارف ازاي يحتويك، وعارف انت ان انت بتعاني من ايه. ومش بالضرورة الشخص ده يكون حبيب، ممكن يكون صديق بيحبك او شخص وافي قوي في حياتك وبيحاول ان هو يطمنك ويسمعك ويحتويك. شكرا.